خصص جزء مهم من الاجتماع لتقييم مسار الحوار مع وزير الفلاحة، وكذلك لتقييم إجراءات وتنزيل الاتفاقات السابقة واللي كانت موضوع محاضر اللي توقعت ما بين الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي ووزير الفلاحة. وكان إجماع على أن هناك تخلف كبير في التزامات الوزارة بالحوارات السابقة، وبالتالي ما كاينش الإجراءات ديال تلك الاتفاقات، وهذا اللي كيخلف واحد الضياع لدى عموم ديال الشغيلة واللي كيعبروا عليه بطبيعة الحال المناضلين ديالنا والمناضلات ديالنا. من بين المطالب الأساسية واللي كنطالبوا بها في هذه هذه وهي إقرار زيادة شهرية صافية لا تقل على 2000 درهم في أجور الموظفين والمستخدمين ديال القطاع الفلاحي، وتحسين نظام التعويضات والزيادة في المعاشات ديال التقاعد وفقا لغلاء المعيشة والنسب ديال التضخم اللي وصلت في بلادنا النسب قياسية، مع التذكير اللي كاين زيادة في الأجور على المستوى ديال الموظفين. يعني منذ آخر زيادة منذ سنوات ما تمش شي زيادة أخرى، مع العلم أن كاين زيادات في قطاعات أخرى في هذه الآونة الأخيرة. كذلك كاين استياء عارم جراء عدم تنزيل الالتزامات المعبر عنها في طبيعة الحال وزير الفلاحة والمدراء ديال واحد المجموعة ديال المؤسسات العمومية التابعة الوزارة. وفي المقدمة ديال هذه الالتزامات هناك اللي ولا دابا لا يقبل التأجيل، وهو القانون الأساسي المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، وهذا سبقنا وتحدثنا عبر المنبر ديالكم عليه في حوار سابق. قانون أساسي مؤقت منذ 1975 الآن. القانون الأساسي فهو موضوع لدى مصالح وزارة المالية، ويمكننا نقولوا بلي هو محتجز لهذه مدة طويلة. هناك نضالات بهذا القطاع هذا أكثر من 2.5 سنين، ولا زال الوزير المنتدب لدى وزارة المالية المكلف بالميزانية مازال ما بغاش يخرج هذا القانون الأساسي، رغم أنه موضوع اتفاق ما بين الوزارة وما بين وزارة الفلاحة وما بين النقابات. دونك كنا كنتسائلوا ما معنى أنه يتم إعداد مشاريع قوانين أساسية والاتفاق بشأنها بين وزارة الفلاحة والنقابة، وفي الأخير يتم التجميد ديالها على المستوى ديال وزارة المالية. هنا كاين المسؤولية ديال وزير الفلاحة باعتباره هو الوسيط القطاع وباعتباره عضو في هذه الحكومة هذه، وكاين المسؤولية كذلك ديال القائمين والمسؤولين على وزارة المالية، لأنه ما يمكنش يتم الحجز ديال هذا القانون هذا بدون مبررات. كاين كذلك ملف آخر واللي هو المشروع ديال إعادة الهيكلة. وزارة الفلاحة بصدد إعداد واحد المشروع ديال إعادة الهيكلة ديال القطاع الفلاحي، واللي كيهم واحد المجموعة ديال المصالح اللي هي مهمة، سواء ديال موظفي وزارة الفلاحة ولا مستخدمي المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، وكذلك مستخدمي ديال المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية. هذا المشروع هذا اللي حد الآن واللي تم الإعداد ديالو الآن كاين مفاوضات ما بين وزارة الفلاحة ووزارة المالية، لم يتم إطلاع الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي على التفاصيل ديالو، من أجل أننا نبديو الرأي ديالنا والملاحظات ديالنا ويتم الإشراك ديالنا في هذا الورش هذا، واللي خاص من خلاله أن حتى الوضعية المادية والمهنية ديال المستخدمين وديال الموظفين ديال هذه القطاعات هذه المعنية. الورش ديال التعديل ديال القانون الأساسي ديال الوكالة الوطنية للمياه والغابات، كاين وكالة التنمية الفلاحية تعديل القانون الأساسي ديالها، الاستشارة الفلاحية، المعهد الوطني للبحث الزراعي، الغرف الفلاحية. كاين تراكم ديال ملفات عالقة لسنوات وسنوات اللي مازال لحد الآن ما لقاتش الطريق ديالها نحو الحل، وبالتالي حنا كنطالبوا باش أن الوزارة تعاطى بشكل إيجابي مع الانتظارات ديال الموظفين. كذلك كاين مطلب أساسي، وهذا كان موضوع اتفاق الحوار الاجتماعي منذ 2011، وهو تفعيل قرار توحيد الحد الأدنى للأجور بين القطاع الفلاحي والقطاع الصناعي بدون تماطل.